يوسف بالعمري. تمريره ممتازه عند يسري بوزوق. يسري بوزوق شادي عمل يسري بوزوق لادم النفاتي. هذه محاوله في الفريق الرجاء ادم النفاتي داخل منطقه الجزاء مره اخرى ليسري بوزوق كيمر عند اللاعب زريده يسدد فرصه والهدف الاول. هدف اول لفائده فريق الرجاء بواسطه اللاعب واحد زريده كيتمكن من تسجيل الهدف في مرمى الحارس حسن الدومي. ادم النفاتي خدا الكره يمرر يسري بوزوق بدوره كيحضر الكره لمحمد زريده. لاحظوا وضعها سدد بكل الرجاء. هدف اعتقد انه يعطينا صوره اخرى لهذه الجوله الثانيه. تمرير محمد الخلوي توفيق راسكو تدخل زريده الوقت اللي هناك اصابه تبادل المحاوله والاصابه ديال جوج اللاعبين والكره في الهدف. هدف تعادلي في الشباب سوالم. هدف تعادل لفائده راسكو خدا الكره يسدد بطريقه ممتازه. هدف جميل لفائده فريق شباب سوالم في الوقت اللي كتابعوا يعني سقوط ديال بودا اللي كان سقط فوق ارضيه الملعب. استرجاع الكره ما كانش هناك خطا. توفيق راسكو يسدد بطريقه ممتازه. كيراوا كيمرر لفائده فريق شباب سوالم. رفعت الكره من عمر بوطيب كره بالراس من عبد الله خفيفي. محمد الخلوي فرصه سديده. هدف ثاني. هدف شباب سوالف في الوقت بدل الضائع بواسطه اللاعب محمد الخلوي كيتمكن الكره اكيد عن خط الشباك. سنتابع هذه الفرصه وهذه المحاوله. لاحظوا محمد الخلوي اكيد اللي شكل خطوره دائمه على الدفاع ديال فريق الرجاء. تسديده انس ديتي لم يتمكن من ابعاد الكره. لاحظوا الكره